السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بحلقة جديدة من قناة يوميات عادل المعاشات. النهاردة عند عدنان بيحلي الحلو. عدنان محلات جميلة جدا، بتبيع منتجات ألبان. عدنان أصلا يوتيوبر مشهور جدا، بلوجر، بقاله فترة، راجل مجتهد جدا، فحب يفتح بعض المحلات لمنتجات ألبان. هنشوف بقى منتجات الحاجات اللي بيعملها. عندك ام علي، عندك فيه رز بلبن، قرع عسلي، اضافه والمشروبات اهو. حاجات بتضاف فوق الرز بلبن والحاجات دي منتجات، ودي اسعارها لو انتم شايفين كده. عسل نحل، لبن، حليب، قشطه، صوص لوتس، صوص كيدز، صوص شوكولاته، صوص اوريو، صوص سوبر سوبريم، صوص فستق، فاكهه، مكسرات، بسكويت لوتس، فتات، صوص كراميل اهو. نشوف كده. وعندنا رعشة عدنان اهي، دي ب50. رعشة عدنان ب50 بردك. عائلي ب100. يعني هو رز بلبن دي أغلى حاجة، يعني أنا جبتها بس لقيتها غالية شوية بصراحة، لكن طعمها جميل جدا. عليها صوص كده جميل جدا من 3 4 أنواع من الصوص: البندق والفستق، رعشة كراسة، رعشة سبيشال عائلي. الرعشة دي هو مطلعها يعني كحاجة من الحاجات اللي بيشتهر بيها في المقابلات بتاعته في البلوجر اهو. في كسكسي باللبن، كسكسي مكسرات، كسكسي قشطة، مهلبية، طاجن مهلبية فرن، طاجن مهلبية قشطة، طاجن مهلبية كاجو. بوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في جولة جديدة من جولات أكلات المطاعم. النهاردة عندي حلواني عدنان. عدنان ده يوتيوبر مشهور. دي المنطقة، ده المحل بتاعه موجود، هو ليه كذا محل. ده المحل التاني أو التالت. أول واحد تقريبا في المقطم، وده التاني. وهنشوف برضك كل المطاعم أو الفروع بتاعته اللي بتاعها. ده منتجات ألبان، رز بلبن وحلويات جميلة جدا. دي المنطقة دي في روكسي، وفيها سلسلة مطاعم كتيرة، منطقة مطاعم في روكسي. فقلنا نشوف عدنان بيبيع ايه. دي مكانه يا جماعة، في روكسي. النهارده داخل المحلات عدنان بعد ما اشترينا المنتجات اللي احنا عاوزينها. جبنا الرز بلبن وعادي ومكسرات، وجبنا رشة عدنان. رز بلبن عادي ب17، الرز بلبن بالمكسرات ب42، وعندنا رشة عدنان ب50 جنيه. يعني في حاجات غالية شوية، بس جودة جميلة جدا، لكن الكمية برضك قليلة. ده من ضمن يعني ايه. دي التلاجات يا جماعة، وادي الناس اللي واقفة، ناس في منتهى الذوق والاحترام. ده المكان بتاعهم، وهنشوف الأكلات بتاعتهم وهندوقها ونقول لكم رأينا ايه في هذا الأكل الجميل ده. ده المحل من بره صورنا لكم، والتلاجات من جوه، والناس والكاشير. وخلنا الحاجة هندوقها ونقول لكم دي عاملة ايه معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة يوميات عادل المعاشات. النهاردة مع أكلة عدنان. عدنان بيحلي الحلو. عدنان ده يوتيوبر زينا، بس طبعا مشهور جدا، خد شهرة عالية جدا، وبيقابل صحابات المطاعم والمطاعم الصغيرة في الشوارع، وخد شهرة جامدة جدا، وعمل يعني ايه شهرة جامدة جدا ليه ولناس من المطاعم الصغيرة اللي هي يعتبر ملهاش شهرة جامدة، وبيتنقل من محافظة لمحافظة. ربنا كرمه في خلال سنتين 3 اشتهر جامد جدا، فعمل حاجة برضه جميلة هو بيحبها. عمل محل حلواني اسمه عدنان، سماه بالاسم عدنان بيحل الحلو. يعني حسب ما عرفت ان هو اتفق مع حد من الناس المشهورين، يعني الناس اللي هم يعني بيعملوا اكل حلو جدا، وعملوا زي ما تقول ايه شراكة مع بعضهم، وعمل الاكل ده. الاكل بتاعه ده عبارة عن في حاجات هنوريها لكم. ده رز بلبن، دي اسمها رعشة عدنان،
هنفتحها دلوقتي ونقولها لكم، نقول لكم الميزات والعيوب او الحاجه اللي موجوده دي. كان في رز بلبن العادي ماشي ب 17، رز اللبن بالمكسرات ب 42، ده ب 42 ماشي، رز اللبن بالمكسرات. رحشة عدنان الصغير بقى دي ب 50 جنيه، شايفينها رحشة عدنان الصغير. هنفتحهم ونشوف الحاجة بتاعتهم، وده المنيو برضك هحاول اصوره لكم واشرحه لكم برضك المنيو بتاعه. نفتح واحدة. اولا هو في مشكلة هنا، يعني احنا لما نفتح دلوقتي هنلاقي الحاجة مقلوبة شوية، مع اني يعني المفروض بصوا يا جماعة الحاجة دي محطوطة كده في الشنطة، وادي ده محطوط في الشنطة اهو. المفروض الشنطة دي ما تتقلبش، المفروض الشنطة دي لو صغرت شوية، الشنطة دي لو صغرت شوية وبقت طويلة ما تخليش الحاجة اللي جوه تتقلب يمين وشمال. يعني احنا فتحنا لقينا الحاجة دي مقلوبة كده ودي مقلوبة كده، فطبعا الشكل العام بتاعها ما بقاش هو. امال الدليفري بيوصلها ازاي؟ اكيد الدليفري برضه بتتقلب منه، لان الحاجة واسعة اكتر من اللازم. المفروض الشنطة تبقى طويلة على قد عرض العلبة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. اهو بص لو اتقلبت اهي اهي اهي، ده منظر طبعا مش هو ده، عيب من ضمن العيوب، لكن هنشوف طعم الحاجه وهنشوف لكم الرد بتاعها ايه. هنفتح اول حاجه، ده التغليف بتاعها يا جماعه، عليه استرتش من بره اللي بالمكسرات، عامل علبه مكسرات. هي المكسرات غاليه جدا بصراحه، لكن الرز اللبن ادي علبه الرز اللبن. هندوق الطعم ونحاول نقول لكم على بصوا مقلوبه ازاي بقى. ليه؟ احنا اول ما جبناها وروحنا بيها البيت زي ما انتم شايفين مقلوبه من الجناب. ليه؟ لانها محطوطه في الشنطه واسعه، انما الشنطه لو هي ضيقه يعني بص شويه الرز بلبن مفيش، يعني حبه صغيرين على العلبه الكبيره دي كلها. دي ب 42، دي ب 42 جنيه اهو ماشي. لب اللبن مكسرات، هندوق كده الطعم من غير مكسرات. بصراحة طعمها روعة جميل جدا. لكن بالنسبة للحجم العلبة صغيرة، العلبة كبيرة على كمية الرز بلبن الموجود. شوية المكسرات دول بقى شوفوا ثمنهم كام. عبارة عن ايه المكسرات يا جماعة؟ اهو لوز، بشر، كاجو، بندق، يعني او لو شفنا هتلاقي دول بحدود 30 جنيه او 25 جنيه تقريبا، 25 جنيه شويه. طبعا المكسرات غاليه جدا، يبقى كاجو وبندق، كاجو وبندق ولوز، هما الثلاثه دول مكسرات. طبعا ممكن المكسرات دي تكسر عليها ماشي، تاكل بيها او تتاكل معاها عليها زي ما احنا بنكسر فيها ماشي. طيب نركن دي نشوف. هو طعمه جميل جدا بس يعتبر هو غالي شويه. شوف العلبه الثانيه دي اسمها رعشه عدنان، عباره عن ايه بقى؟ اولا انا شفتها شكلها كان حلو، لكن اول ما روحت البيت طبعا كانت اتقلبت، لان هي اصلا الشنطه بتاعتها واسعه، الشنطه واسعه صح، ما اتقلبتش انها باظت لا، لكن الشكل العام والتنسيق بتاعها اختلف طبعا. نحاول نفتحها. هي جامده شويه اهي. بصوا يا جماعه المفروض تبقى متقسمه على اربع حاجات اطعمه مختلفه. ده عباره عن تقريبا هندوق، هي رعشه عدنان. بصراحه مش باينه، هي تقريبا بره هي رز بلبن. رز بلبن عليه أطعمة مختلفة من تقريبا طعم البندق، طعم البندق، في طعم فانيليا بردك،
في بسكويت اوريو تقريبا مكسر عليها اهو، في بندق، حبات من البندق، ليها طعم جديد حلو، بس هي تقيلة، يعني هي طعم جميل، بس اللي عنده سكر ولا كده ما يحاولش يتقل فيها. طعمها حلو، بس هي بصراحة غالية بالنسبة للتركيبة اللي عليها، سعرها غالي شوية، 50 جنيه طبعا. ده رعش العدان الصغير، يعني معناها إن في رعش العدان الكبير. أو في رعش عدان عائلي، ماشي؟ دي رعشة عدان اللي ب50 دي لوتس وأوريو سوبر. رعشة العدان العائلي بقى الكبيرة لوتس وأوريو فستق وبندق، اللي هم الأربع أطعمة دول. بس هنا ده على صغيرة، التانية كبيرة شوية. فهنشوف، هشرح لكم بعد كده المنيو بتاعه، واصور لكم واشرح لكم الحاجات والاسعار بتاعته، يعني هدخلها لكم في نفس الفيديو، ماشي؟ طعمه جميل جدا، روعه. بس ان هي موضوع التكليف والشنطه، الشنطه دي لو اتعملت بالطول على قد عرض البتاع ما تبقاش كبيره من هنا ومن هنا، على قد عرض ده. ده الفرع ده اللي موجود في روكسي، فرع جديد موجود في روكسي، لكن الفرع الاصلي موجود في شارع 9 بالمقطم، عمارات التجاريه رقم 6 امام بنك CIB. وهنشوف لكم عروض او الاماكن الفروع بتاعت عدنان في الحته الثانيه وانا اوريها لكم. عدنان بيحل الحاجه. عدنان راجل يوتيوبر زينا بس قديم جدا، مش قديم قوي، لكن راجل خد شهره واسعه جدا وربنا كرمه. وبصراحه لما عمل الحاجه عملها صح، لما اختار المنتج ان هو يعمل له فرانشايز ويعمل له شغل مش حلو، طعمه جميل جدا. ماشي، الى اللقاء في اكله جديده ومطعم جديد، سلام.